السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن حاجة مش هقول مهمة في حياتنا، أنا هسيبك أنت اللي تقرر في آخر الحلقة، لأن الموضوع يعتبر غريب على بعض الناس دلوقتي. الحاجة دي اسمها المايند سيت أو العقلية اللي بنفكر بيها. قبل ما نعرف إزاي العقلية بتأثر في حياتنا لازم نعرف الأول يعني إيه عقلية، يعني إيه مايند سيت. العقلية هي شوية معتقدات على حبة أفكار بتكون موجودة في دماغنا وبتتحكم في الطريقة اللي بنفكر بيها والطريقة اللي بناخد بيها قراراتنا، وكمان ردود أفعالنا اللي بناخدها قدام التحديات الصعبة اللي بنقابلها في حياتنا وقصاد الفرص اللي بتقابلنا يوميا. يعني لو دماغك مبرمجة على التفكير السلبي حياتك هتبقى سلبية وكل قراراتك غلط لأنك مش عارف تفكر بطريقة صح. اللي تفكيره بوزيتيف أو إيجابي حياته إيجابية وقراراته كلها صح لأنه خلاص عقله اتبرمج على التفكير السليم. طب إيه الفرق يعني؟ أنا مش فاهم حاجة، أنت بتقول إيه يا عم؟ هو إيه اللي سلبي وإيجابي؟ عقلية اللي أنت بتتكلم عنها. طب يلا بينا مع بعض نلخص الموضوع ده ونحاول نستفيد، لأن فعلا انتشار السلبية بقى حاجة صعبة في الزمن ده، التغيير بقى حاجة مطلوبة. كارول دويك عالمة نفس أمريكية درست لسنين طويلة في جامعة ستانفورد، كان محور دراستها عن إنه ليه ناس كتير بتنجح وناس تانية بتكون عايشة في مكانها ومش بتتطور. كارول دويك قالت إن ده ممكن يكون مرتبط بحاجة اسمها العقلية اللي بيفكروا بيها، وقسمت العقلية لنوعين: حاجة اسمها فيكسد مايندسيت العقلية الثابتة أو الصلبة، وحاجة اسمها الجروث مايندسيت أو عقلية النمو. يعني إيه الكلام ده؟ طب تعالوا شوية نتكلم عن حاجة اسمها العقلية الثابتة. بص يا صديقي، في ناس فاكرين ان الذكاء والحاجات اللي بنعرف نعملها تعتبر حاجات اتولدنا بيها وخلاص. يعني يا اما انا شاطر في الرياضه يا اما لا، يا اما انا ذكي في المدرسه يا اما لا، وده اللي بنسميه العقليه الثابته. يعني مثلا طالب اول ما يغلط في مساله في الرياضيات يقول لك انا غبي في الرياضه، دي مش لعبتي خالص. وده يعتبر الشخص اللي بيؤمن ان قدرته وذكائه ثابتين مش بيتحركوا، يخاف من التحديات عشان مش عايز يغلط او يبان غلطان. وهتلاقيه على طول لما بتقول له على اي حاجه يعملها يقول لك انا مش عارف اعمل كده لانه مش شغلي. هو ايه اللي مش شغلي؟ هو لازم تتولد بتعرف تعمل كل حاجه؟ الفكره بقى هنا ان اللي عندهم العقليه الثابته دي بيبقوا عايزين دايما يبانوا اذكياء قدام الناس، حتى لو ده معناه ان هم ما يجربوش اي حاجه جديده بسبب خوفهم انهم يغلطوا او ما ينجحوش، عشان بالنسبه لهم الغلط ده يعتبر غباء، ولو غلط بيحس انه فاشل وما بيتعلمش من اخطائه، وبيزعل لما بيشوف حد احسن منه لانه بيحس انه تفوق عليه. بيكون عنده خوف من التجربه والتعلم لانه بيخاف يبان فاشل. طب ما كلنا بنغلط، طب ما هو اللي بيتعلم السواقه لازم يخبط في الاول، واللي بيتعلم لغه جديده بيغلط في الاول، هو ده الطبيعي. هنا بقى العقليه الثابته بتخلي الواحد يحط نفسه في قالب ويفضل فيه، ما بيتطورش، ما بيجربش اي حاجه، بيبقى دايما خايف من حكم الناس عليه، بيفكر الناس هتقول عليه ايه لو فشلت بدل ما يقول انا اتعلمت ايه لما حاولت. بس الحقيقه الذكاء مش حاجة ثابتة، بيتطور الذكاء بالمحاولة والتكرار وبالفشل قبل النجاح. يعني بدل ما تركز تبان ذكي قدام الناس ركز تبقى ذكي. ونروح للنوع التاني من العقليات وهو عقلية النمو، الجروث مايندسيت. لو انت من الناس اللي بتحس بالخوف اول ما تغلط وبتحس انك دايما لازم تبان شاطر عشان الناس تحترمك، فاحب اقول لك انت مش لوحدك، احنا اتربينا على كده. خلي بالك من شكلك قدام الناس، الذكي هو اللي بيجاوب على طول، بس محدش قال لنا ان الغلط اللي احنا بنعمله هو الطريق للفهم. محدش قال لنا ان الشاطر الحقيقي هو اللي بيغلط كتير بس ما بيقفش. اللي عنده العقلية دي بيؤمن ان كل حاجة ممكن تتعمل بالجهد والمحاولة، بيشوف التحديات فرصة للتطور والنمو، والفشل مجرد خطوة للنجاح. لو غلط بيقول مش مشكلة، أجرب تاني وأتعلم من غلطتي. بيستفيد من النقد وبيحاول يصلح نفسه، بيبص لنجاح الناس التانية على إنه حافز ليه، بيحاول يطور بيه نفسه. أما العقلية الصلبة تعتبر سجن جوه دماغك بيخليك تحبس نفسك جوه فكرة واحدة: أنا كده ومش هتغير. بس تعالى بقى شوف العقلية النامية بتقول إيه. العقلية النامية بتقولك أنا مش كامل بس أقدر أتحسن، أنا مش فاشل، أنا في طريق التعلم. الذكاء مش ثابت، دي تعتبر عضلة كل ما بتستخدمها أكتر بتقوى. يعني لو وقعت قوم تاني، لو اتقال عليك غبي ما تردش، الرد بتاعك هيكون في إنك تكمل وتحاول. لو ما فهمتش اسأل وجرب ودور، انت مش ثابت، انت مشروع كبير بيتبني خطوة خطوة. وتخيل ان كل خطوة غلط
هي الطوبة في أساس نجاحك. فبلاش تعيش في سجن أنا كده وخلاص، وافتح الباب وحاول تعيش بعقلية بتكبر وبتتعلم وبتتطور كل يوم. هنا بقى الفرق ما بين العقليتين، ان مثلا لو طالب في مدرسة وعنده عقلية ثابتة هيقول لك انا ما ذاكرتش عشان انا ما بفهمش رياضة اصلا. هنا هو بيلوم قدراته. لو الطالب ده بقى عنده عقلية نمو هيقول ايه؟ هيقول انا هحاول افهم الرياضيات. هنا هو بيبحث عن حلول. طب ازاي العقلية بتأثر على حياتنا العملية؟ العقلية مش مجرد كلام نظري، لكنها بتمس كل جوانب حياتنا. في التعليم والنجاح طالب بعقلية النمو بيستفيد من الأخطاء وبيتعلم من الفشل وبيطور نفسه. في مصر نسبة كبيرة من الطلبة بيتحطموا لو ما ذاكرش كويس بسبب فكرة إن الذكاء فطري، لكن لو اتعلموا إن المجهود هو الأساس هتتغير نتائجهم. الموظف اللي بيقول أنا معرفش أتعلم برامج جديدة دي عقلية ثابتة وهيضيع فرصة الترقية. الموظف اللي بيقول هتعلم البرامج دي حتى لو خدت مني وقت واتأخرت عليها شوية دي تعتبر عقلية نمو وهيبقى الأكثر نجاحا. وتأثير العقلية في العلاقات الشخصية زي الشخص اللي بيقول أنا مش هعرف أصلح العلاقة دي ده بيكون عنده عقلية ثابتة، واللي بيقول هحاول أفهم الطرف التاني وأتعلم من الأخطاء ده بيكون عنده عقلية نمو. وأما تأثيرها بالنسبة للصحة النفسية، بالنسبة للعقلية السلبية بتزيد التوتر والاكتئاب، أما العقلية الإيجابية بتساعدك في تخطي الصعاب. عندك محمد صلاح من قرية في محافظة الغربية لأفضل لاعب في العالم. صلاح ما كانش عنده موهبة فطرية في التفوق على الآخرين، لكن عنده عقلية النمو والتدريب اليومي هو اللي خلاه يوصل للقمة. وكمان الدكتور أحمد زويل اللي واجه الصعوبات في بدايته، لكن إيمانه بقدراته على التعلم جعلته يفوز بجائزة نوبل. كل دي أمثلة للعقلية وتأثيرها على المجتمع. إزاي بقى تغير عقليتك؟ التغيير مش سهل لكنه ممكن لو اتبعت خطوات زي اعترافك ان في حاجة لازم تتغير. مثلا لو بتقول انا ضعيف في الانجليزي غيرها لهتعلم انجليزي بالتدريج. حول الكلام السلبي لايجابي، بدل ما تقول مش هعرف قول هحاول واتعلم من تجربتي. غير طريقة حكمك على الحاجة، يعني بدل ما تقول مش فاهم رياضيات قول مش فاهم رياضيات لحد دلوقتي، يعني ممكن افهمها في المستقبل، يعني في فرصة. اختار صحابك بعناية شديدة جدا. البيئة المحيطة بيك بتأثر على عقليتك. الصاحب ساحب، ركز معايا، ساحب الكلام مهم. احتفل بالتقدم الصغير حتى ولو حققت نجاح بسيط. امدح نفسك عشان تحفزها تكمل. الفرق ما بين الشخص الناجح والفاشل مش في الظروف او في الحظ، لكن في طريقة تفكيره. لو غيرت عقليتك هتقدر تغير حياتك.